تلاقي الراجل كل شوية يقول لمراته لو ما خسيتيش ورجعتي زي ما كنتي انا هطلقك، لو ما رجعتيش تهتمي بنفسك وبمظهرك انا هتجوز عليكي. طيب جميل، هل انت بقى قبل ما تقول لها الكلام ده بصيت لنفسك في المراية؟ يعني هل انت الشخص اللي هي ارتبطت بيه من 5 سنين من 10 سنين انت نفس الراجل؟ انت نفس الهيئة؟ هل انت لسه مهتم بشياكتك، بالبرفان بتاعك، ما تخنتش، ما طلعلكش كرش، ما قرعتش، لسه يعني لسه مهتم بشياكتك، ولا بتفتح الدولاب تختار اي حاجه تلبسها على بعض؟ اصل انا ما عنديش وقت، اصل انا مستعجل، اصل خلاص بقى احنا قدمنا قوي في الجواز والعيال والمسؤوليات، فتروح لابس اي حاجه ونازل الوان مش ماشيه على بعض. يا حبيبي انت محتاج هدوم، انزل اشتري لك هدوم، او انزل انت اشتري هدوم. لا انا مش عايز، لا انا عندي. وتقعد تلبس في نفس الهدوم لما تتهري بال5 سنين وال10 سنين. قبل ما تطلب منها ان هي ترجع زي ما كانت، بص لنفسك في المرايه. مش الست بس اللي المفروض تهتم بنفسها يا جماعه، الراجل كمان. لازم الست كل ما تبص لجوزها تحس انه كانه اول مره تشوفه، هو ده فعلا الراجل اللي حبيته، هو زي ما هو ما اتغيرش. ما تقولش بقى ما انا تخنت عشان الاكل مسبك، ولا طلع لي كرش عشان مش عارفه ايه. لا، زي ما عايزه هي تحافظ على جسمها انت كمان يفضل جسمك كويس. زي ما عايزها ان هي تفضل شيك جوه البيت وبره البيت، لازم هي لما تبص لك كمان تلاقيك ان انت مهتم بشياكتك وبمظهرك. زي ما لما تبقى انت رايح الشغل مهتم بمظهرك علشان خاطر المدير بتاعك يعني ما يسمعكش كلمتين، نفس الحكايه لما تخرج بره البيت معاها لازم تبقى انت لابس كويس، ويعني لابس حاجات تمشي عليك. مش الست بس اللي ممكن حاجات ما تليقش عليها، لا الراجل كمان. في انواع كتير من البنطلونات عندهم، او قصة البنطلون او البنطلون لويست ده يمشي معاك ولا لا، التيشيرت ده بالياقه ينفع معاك ولا لا. لازم انت كمان تهتم بكل التفاصيل دي زي ما عايزه هي تهتم. تاني حاجه، هل انت بتديها الفلوس اللي تكفيها علشان خاطر ان هي تهتم بمظهرها؟ ما هو الاهتمام بالمظهر ده محتاج مصاريف. هتروح الكوافير، تعمل شعرها، تصبغ شعرها، تعمل باديكير ومانيكير، عايزه تروح الجيم عشان مثلا تخنت شويه بعد الولاده. كمان في رجاله متطلباتها زياده شويه، فبيعوز ان مراته مثلا تروح مراكز التجميل او عيادات التجميل، تعمل بقى بوتكس، فيلر، مش عارفه تشفط دهون، مش عارفه ايه. كل ده محتاج مصاريف. هل انت سايب لها اللي يكفيها عشان تعمل كده، ولا هو انت بتطلب بس وتؤمر بس؟ لا انا عايزك زي الاول، انا عايزك تخسي، انا عايزك تلبسي كويس، انا عايزك تحطي ميك اب، انا كل الحاجات دي عايزه فلوس. انت بتسيب لها اللي يكفي ده، ولا انت يعني بتتشرط وبس؟ يا جماعه ربنا عرفوه بالعقل. زي ما انت بتطلب منها ان هي تفضل زي ما هي، برغم ان الست بتولد مره واثنين وثلاثه ودي حاجات بتاثر على جسمها، وارد جدا انها تتخن، وارد ان بطنها تطلع لقدام شويه، وارد جسمها يعني يحصل فيه شويه ترهلات، لكن انت مش بتقدر ده وعايزها ترجع زي الاول. زي ما انت عايزها ترجع زي الاول، ارجع انت كمان زي الاول، زي ما عرفتك وزي ما اتجوزتك، عشان يعني ما تطلبش منها حاجه انت مش بتعملها.